السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا عمر عيسى، والتغيير الحقيقي بيبدأ من القلب. خلينا نكون صريحين، يعني كلنا في يوم من الايام قلنا يا عم ده محسود. هل الحسد ده فعلا شيء حقيقي، ولا دي شماعة بنعلق عليها اخطائنا او فشلنا لما الحاجة ما تظبطش؟ يا سيدي، الحسد ده فعلا موجود، ومش انا اللي بقول كده، ده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفلق: ومن شر حاسد اذا حسد. الموضوع هنا مش خرافة ولا كلام قهاوي، ده كلام ربنا. بس استنى هنا، ما تخافش. ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال ان في حسد، ادانا حاجات معينة نقي نفسنا بيها من الحسد والسحر. ربنا قال ان الحسد موجود، بس ما قالش نجري ونعيش في رعب وخوف وقلق. دي مش حياة. ربنا ورانا في قصة سيدنا يعقوب لما قال لأولاده: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هو هنا كان خايف عليهم من الحسد، بس هو هنا خد بالأسباب. كمان اتكلم عن السحر في سورة البقرة وقال: بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني كل حاجة بإيد ربنا، يعني حتى السحر ما يقدرش يضرك غير لو ربنا أذن. وده دليل إن ربنا هو الحافظ، مش إنك تبقى شاكك في كل الناس وخلاص. مش طبيعي، بس خليك محصن. استعمل الحاجات اللي ربنا قالك تحصن بيها نفسك. طب أنا إزاي أحصن نفسي؟ سورة الفاتحة، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، المعوذات، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم. بس مش محتاج حاجة تاني، مش محتاج تقلق من أي حاجة تاني بعد ما تقولهم. هم حاجات مش صعبة، هم حاجات بسيطة، بس هو الشيطان بيهولك ويقولك هقول كل ده. لا، هي حاجات بسيطة جدا وبتحميك بقى، تبقى ماشي انت مطمن مش قلقان. انت لو محافظ على وردك واذكارك، ولا حسود ولا ساحر ولا الجن الازرق يقدر يلمسك الا باذن ربنا. فحافظ على اذكارك وما تعيش في خوف وقلق، عيش في ذكر، لان اللي معاه ربنا محدش بيقدر عليه. في الاخر، مش لازم نغير العالم، كفايه نسيب اثر. كان معاكو عمر عيسى، من القلب للاثر.